مريزلي قنطرون أكاديمية كنوشيايا بعدرانا عم قصرة مردوتا وأمنيجا وأربيل تابعنا الوزيروت مردوتا ودياروتا أو عتقة عراقيتا مريزلي خارمشا سبرايا مخرايا دخوشلي قرشتا ددرانا عالكونش مشخاثة خاتا بلشانا عربايا تيوذا عيتا وما خورتا فالنتينا يؤارش هيدو خد شمت وشم على ظهر قارب وآها على أوانة قنطرون قورس طاقة عنكاوا بأربيل وهدر آها خوباطة خامنيانا من مشتقلانة مضبراناية وريشانة وممثلانة شتقاسة وطوكاسة مشخلبة ويوذعاية وأكاديماية وصبرة وخاكنشا من يصيبة بصبروتا ومردوتا ومشوريلي آها خوباطة بمقابلتا بشينا لهديرة بيدم يقرأ عماد متي مشتقلانا دم ضبرانوتا قنطرون هاوت أب منهرة بودخويشة ثدها رمشا الصبرايا عم مقروطة لقاطة من شربة خية وسيما ثاد ما خرطا رمشو خنطاوة وبسيمة أخو نواثة وخثواثة عزيزة بشينا قوخن قاوت قنطرون أكاديمية كنوشيايا قاوت خرمشة محرايا قرشت الدرانا يعني توقيع كنشتا محرايا ضد أخاثة عزيزتا فالنتينا آيات شمة وشم على قارب أوكي. أهلا وسهلا بكم. نبذة مختصرة عن حياة الشاعرة فالنتينا يؤارش هيدو. التحصيل الدراسي خريجة الإعدادية القسم الأدبي، إعلامية في وزارة الثقافة قصر الثقافة والفنون أربيل، عضو رابطة المرأة العراقية، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وصدر لها ديوان شعري مطري الموعود والآخر سيد الحزن ووشم على ظهر قارب، عضو نقابة الصحفيين العراقيين، عملت في الصحافة ل3 سنوات محررة في صحيفة بهرة، نشرت لها الكثير من المقالات والقصائد والأخبار في الصحف المحلية، لها مشاركات عديدة في دورات وورش عمل كثيرة في مجال الصحافة والإعلام ومجال حقوق الإنسان والتعايش السلمي ووقفات تضامنية، وحصلت على أثرها على شهادات مشاركة وكتب شكر من جهات مختلفة. تم اختيارها ضمن 100 شخصية مبدعة لعام 2013 في الوزارة، تم طبعها ضمن كراس خاص بالشخصيات وتكريمها من قبل وكيل وزارة الثقافة السيد طاهر الحمود عام 2013. شاركت في مهرجانات ثقافية ومؤتمرات كثيرة داخل وخارج بغداد، وكرمت بشهادات تقديرية. عضو لجنة المرأة في الوزارة ل5 سنوات. كلفت بالعمل على ملف المكون المسيحي والمكونات الأخرى في وزارة الثقافة من ناحية النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تخص المكونات بالتعاون مع الوزارة منذ عام 2013. تعمل على إعداد وتقديم برنامج ثقافي أدبي بعنوان رموز. شاركت في لجنة تحكيم بمسابقة أحرف الأحبة لقاء بنسختها الثانية مع مركز باهرون، تنظيم مسابقة شعرية للشباب. فأهلا وسهلا بشاعراتنا وأهلا وسهلا بالحضور الكريم. وباتر هادخ مشوت بلمتن ينتم يقرتا مها عادل العزي بمدابرتا داها خوباطة بيد سوادة عم ما خرطة وشو آلي وبوناي بداها كونش مش خاثة خاتا كد قريلا ما خرطة فالنتينا يؤار الشهيدو من يانا من مشخاثة دقيوة وعم قيناثة شلية وبسيمة بيد أمانم يقرأ أردشير عيسى هاو قدم شو تبلي باها رمشة بخامنيانا من مقطع موسيقاية عم زمرياثة بلشان مشخلبة. اتسمت قصائد هذه المرأة بشاعريتها المرهفة، حيث خاطبت الذات والإنسان وجاشت في العاطفة بأساليب حية شعرية تعتمد على مقاربة الخيال. قصائدها وظفت جمال الكلمة ورمزيتها للوصول إلى المتلقي لتدخل إلى عالمه وتطرح مشاعره وعالمه المتخيل في أبيات هي غاية في الرقة والصدق والحدة أحيانا. أحب أن أوضح أن حدث اليوم هو مميز بالنسبة لي، وهو تقديمي لصديقتي العزيزة فالنتينا يوارش
والاحتفاء معها بمجموعتها الشعرية وشم على ظهر قارب. عندما التقيت فالي كما أحب أن أسميها وكما يحب أن يسميها أصدقائها، كان قصر الثقافة والفنون في أربيل هو من جمعنا، وكان فرصة لتعارفنا، فرصة لتبادل الذكريات الحميمة عن بغداد وأهلها الطيبين. حكاياتنا كانت تنقل رائحة المدن القديمة وعبقها الذي لا ننساه. تبادلنا قراءة الشعر والقصة والكثير من الحكايات، ومن هنا نشأت صداقة عميقة وقدها العمل المشترك. قميصي الذي ما هذا يعنيك أو يثير اهتمام المرة، يبدو أنني مجبرة على اقتناء غيره، أو ربما أستعير ألوانا أخرى في مناسبات أكثر إقناعا من فكرة ابتكار نهار مغاير. قميصي الأبيض المائل إلى النعومة يذكرني بملامح يوم الأحد، تحديداً حين أكون متوجهة إلى العمل دون أن أطبع وجهي في المرآة وأحدث تلك الضجة اليومية المتكررة، وقد أدرك في نهاية الأمر أنني ما زلت أكتنز قصاصة غائرة مندسة في جيب ذلك القميص الآيل نحو السبات. إذن تصبح على خير وعلى قميصي السلام. كيف تنظرين إلى ذكرياتك القديمة الأولى مع أول قصيدة نشرتها؟ طبعاً أكيد القصيدة الأولى تبقى في الذهن وتبقى عالقة في الروح أيضاً. ممكن تحدثينا أو تتذكرين أول قصيدة كتبتيها؟ يعني كانت القصيدة اللي فعلاً هي راسخة، كانت عن طفولتي، عن تعلقي بقطة سوداء، فكتبت عنها. يعني القطة السوداء التي تمر عبر الأزقة ونكبر وتبقى قطتنا تلك، يعني كتبت عنها. أكيد هناك نصوص. أنا طبعا بدأت بكتابة قصة، يعني قصة بسيطة. تعرفين كنا متأثرين بجاثا كريستي والكتاب الكبار، لكن فيما بعد تحولت إلى كتابة الخواطر، ومن ثم صقلت الخواطر حتى أصبحت نصوص. بانفعالاتنا ولا بالآس المنثور، وحدنا من يحمل تيه الأيام وقلق الزمن، وحدنا يستشعر الأغاني بعفوية قنديل البحر وسذاجة السلحفاة. نمر على أطلالهم كمن يبحث عن مدعاة للنحيب، فتتزاحم الفواجع فوق بعضها البعض. يا صديقي، الأموات اجتازوا مرحلة الشكوى، أزاحوا عن كاهلهم عناء الترقب وفضاءات الوجع، ذاهبين نحو السكينة، ذلك الفراغ الذي لا لون له إلا في مخيلة الأعمى. لا مكان محايد يجمعنا، لا مقهى، لا موسيقى،
لا نفيث مطر. لا شيء يؤكد غيابنا سوى ذكرى شحيحة وأمنيات معطلة. هكذا ننجو من هشاشة الطرقات ورتابة الأرصفة وعبث الانتظار. هكذا نحرر الشغف من لقاءات هاربة وصباحات لم تعد لها حكاية، أو ربما فكرة خلعت رداؤها وانتفضت من دون وجه. ومن قم ختمت الدهر مشا مخرايا مشو تبلون خامنيانا من هديرة مقروطة دشو آلة وعقابة ورعيانة بود كونش مشخاثة خاتا عم نوهارة وبونايد ما خورتا هايدم قوبل لخدم يقرتا من قنطرون أكاديمية كنشيايا بيد ريشة قنطرون ميقرأ جلال حبيب. وباتر هادخ قرش لدرانا على نسخة من كونش مشخاثة خاتا المقروطة لهديرة وكد إيوة ختمت الداهرة مشا سبرايا.